السلام عليكم الخوت ومرحبا بكم في الجزء الخامس من قصة ولد الكريان. إلا كنتي مازال ما سمعتي الأجزاء اللي فاتوا في بلاصتك ماشي هنا ديسكريبسيون غتلقى لي ليان ديال الأجزاء اللي فاتوا ورجع تفرج وعاد رجع كمل معانا. بطبيعة الحال ما تنساوش إلا عجبتكم القصة ديروا لايك اشتراك فعلوا الجرس بلا ما نزيد نطول عليكم كتر. غمض عينيك، حل ودنيك وعيش بخيالك. خلينا آخر مرة في الصدفة اللي جمعتني بأميمة كيفاش ولات خدامة معايا. مع مرور الأيام وكل نهار كنتلاقى بأميمة بداو كيتحيو مشاعر قدام كانوا مدفونين، مشاعر اللي براسي ما عارفش شنو كيعنيو. حاولت ما نركزش عليهم ونتجاهلهم، ولكن اللقاء المتكرر بيني وبين أميمة واللحظات اللي كنعيشوهم بجوج ما خلاونيش الصراحة. ولات مبرزطاني هاد القضية حيت ما موالفش بهاد الشي وما عرفت حتى شنو هو. داكشي علاش وليت كنتهرب من أميمة، حاجة اللي لاحظتها أميمة بطبيعة الحال وصرحتني بها حيت هي من النوع اللي كيقول أي حاجة كاينة في قلبها وما كتخبي حتى حاجة. داك النهار كنا يلاه سالينا الخدمة وكنت ناوي نخرج بالزربة كيما وليت كندير مؤخرا، ولكن وقفتني أميمة شدتني من يدي وجراتني لداخل البيرو وسدات الباب. قلت لي اش كتعامل معايا هكا؟ واش درت لك شي حاجه؟ يعني قول لي درت لك شي حاجه، نطلب السماحه، قول لي نعرف غا شنو درت وعلاش كتعاملني بحال هكا. حاولت نتهرب وندير فيها راسي ما كاين والو، ولكن كانت باينة باللي كاينة شي حاجة. جلست فوق الكنابي اللي كان قدام البيرو وشديت راسي بين يدي. جلست مشات قدامي وقالت لي محمد مالك؟ شو واقع؟ خلعتيني عليك. جاوبتها ما عرفتش، والله ما عرفتش واقع لي واش هادشي كنحس به. دازت واحد اللحظة سكات شوية وهي تنوض، قفزات من بلاصتها وجراتني من يدي. قلت لي نوض، انا عارف اش خصك. خرجت تابعها حيت ما كانش عندي خيار. حيت تابعها في بالها قالت لي عطيني سوار الطوموبيل. قلت لها واش كتعرفي تسوقي؟ قالت لي وغا عطيني بركة من قوة الهضرة. الامارات تحركنا كانت ديك الساعة شي 7 د العشية، الوقيته د الغروب. وصلت لواحد المحل حبسات، قلت لي بقى هنا. دخلات واحد شويه تما خارجه بواحد الصاك فيه شي حاجه، ولكن كانت باينه باللي ماكله. ركبات وتحركنا، وصلنا للبحر واحد البلاصه كان فيها غا الحجر. قلت لي اجي معايا. بقينا كنقلو في داك الحجر الكبير حتى وصلنا للحافه وجلسنا. الصراحه كان منظر واعر بزاف، صوت الموج والمنظر ديال الغروب يا سلام. ما عرفتش علاش حسيت بواحد الراحه في شكال بحال الا واحد الحمل ثقيل تحيد على قلبي. جبدات أميمة القص كلينا، بس واحد اللحظة طويلة د السكات كنت محتاجها الصراحة. الخير هرستها أميمة بالسؤال ديالها كي بقيتي. بلا ما ندور عندها جاوبتها أحسن حاجة درتيها هي جبتيني لهنا. قلت لاز بحال الا حققت شي انتصار. من بعد بدينا مجمعين والظلام كيطيح، بقينا غير كنهضرو. واحد اللحظة أميمة تكات ليا على كتفي، أنا ما توقعتش هاد الحركة. مع كندور عندها كنلقى وجهها حدا وجهي، تبادلنا النظرات ووقع اللي وقع. تمينا خارجين من تما مع ديك التسعود. صراحة كنت حشمان شوية، ولكن درت ما على باليش. وصلتها للدار وتا انا مشيت للدار. الايام اللي موراها صراحة ما عاودناش هضرنا في داكشي اللي وقع داك النهار، خصوصا ان امي مقربوا عندها امتحانات اخر السنة ومع عندها اخر عام كانت عندها قضية مزيرة. لها بلا ما تبقى تجي بزاف وتركز على البريباراسيون، ولكن ما كانتش كتسمع. كانت كتجي وتخدم ومن بعد كتمشي للدار وتسهر في الليل تبريباري، الشي اللي خلى العيا يبدا يبان عليها بزايد. ونعكس حتى على خدمتها معايا. كل نهار كنت حاس بها عيانة بزاف منين دخلت مع الباب مع 9 الصباح. لا سيري ترتاحي، ولكن ما بغاتش. قلت يا ربي دوز هاد النهار على خير. وميمة بقات صابرة صابرة، وفي آخر مريض غندوزو داك النهار مع سالينا وهي طيح غيبات في الأرض. دخلت عليها الصراحة، هزيتها بالزربة وسيت السكرتيرة تسدو وخرجت ديتها في الطوموبيل للكلينيك. وصلنا داروا لها واحد الإبرة وعلقوا لها السيروم وقالوا لي بلي يدوز شوية غتفيق.
بقيت وقع لها إجهاد وجسمها ما بقاش متحمل الإرهاق وقلة النعاس. وهذا الشيء كان باين حيت تحت عينيها ولا زرق ومنفوخ قلة النعاس. عيطت لوالديها، ما بغيتش نخلعهم، جاو طمأنوا عليها. بعد ما طمأنوا عليها كانت هذه أول مرة نتلاقى مع باين أميمة مباشرة. كنت هدرت معاه من قبل فاش كنت في ألمانيا، تعارفنا وشكرني وقال لي بلي كل مرة كنوقف مع بنته. قلت له عاودي عمي هذا واجب. ضغط أميمة وعطاها الطبيب شي دوايات، من بعد هزيناها للدار ووصلتهم هي وأمها وباها. كنت باغي نمشي للدار ولكن حلف باها ما نمشي تنتعشى معاهم، مبغيش نحرجو. طلعت معاهم للدار، كانت دار زوينة صراحة ومتواضعة. أميمة كانت عندها اختها وحدة صغر منها، تعرفت عليها حتى هي. أميمة فاقت مزيان ولات كتمشي وتجي. في العشاء هضرت معاها على القراية وقلت لها أنا مستعد نعاونك في داكشي اللي كتقراي. الخدمة قلت لها تبقى تجي غير في العشية، إلا ما فيها ما يجيش ما تجيش كاع تدوز هاد الفترة. شكروني والديها، ومور العشاء جلسنا شوية، من بعد مشيت في حالي. دخلت دوشت، مشيت تسكيت بلاصتي، قبل ما نعس وصلني ميساج. دخلت نشوف لقيتها أميمة كاتبة لي ميساج طويل كتشكرني على كاع داكشي اللي درت معاها، وكاين ميساج عفوي عامر ايموجيات وقلوبة. بصراحة عمرنا هضرنا بهاد الطريقة في واتساب. المهم جاوبتها ونعست. فعلا في الأيام اللي موراها بقيت كنتلاقى بأميمة في قهوة، كنخدم معها شي حويجات اللي ديجا قاريهم أنا. في الخدمة ما بقاتش كتجي بزاف كيما وصيتها. هادشي اللي طرا زاد طور العلاقة ديالي بأميمة، والصراحة شوية بشوية بديت كنفهم الشعور ديالي تجاهها. ما بغيتش نتسرع ولا نقول لها حتى حاجة. كنا كندويو كل ليلة في واتساب، ولات عندي عادة أني نهضر معها قبل ما ننعس. كنا كندويو وكنطمئنوا على بعضنا ونتبادلوا قلوب، صافي ما كناش عارفين شنو نخبي كل واحد على الاخر. دازت مده وصلوا امتحانات أميمة وداك البيريود ما بقاش كتجي كاع، وانا بطبيعة الحال كنت كنعاونها ونساندها ولو غير برسائل تحفيزية. المهم دوزات مزيان، فاش خرجوا النقاط لقات راسها نجحات. فرحات بزاف وحتى انا فرحت لها، فرحات والديها. شريت لها كادو، وداك النهار مشينا البلاصه اللي كنا فيها داك النهار حدا البحر. هضرنا شويه ولكن حسيت بها مبدله حيت كان السكات طاغي على الكونفرساسيون وكانت غاسه هي. دارت عندي واحد اللحظه وقالت لي قلبك قاس، واش ما كتحس بحتى حاجه من جهتي؟ ما رديتش عليها. بداو كيهبطوا ليها الدموع وكضربني لكتفي. دوي دوي. شديت لها يدها وجريتها عندي بالجهد، عنقتها وقلت لها في ودنيها كنبغيك أميمة. دازت واحد اللحظه سكات بحال هي كتستوعب داكشي اللي قلت لها. شويه ناضت وقالت لي عاودها. قلت لها بالجهد وكنبغيك أميمة. بدات كتنقز بالفرحه وهي تقول لي انا كنبغيك بزاف. عنقتها وكيما داك النهار طرا اللي طرا. رجعنا للطوموبيل، قلت لها انا كنحترم باك بزاف وما بغيتش يبقى يطرا هادشي، داكشي علاش الا وافقتي نجي للدار نخطبك ونتزوجوا. الا ما وافقتيش قالت لي ما خلاتنيش نكمل. قالت لي نهار نشوفك داخل داري داك هو النهار الكبير. احترمتني أميمة على هذا الموقف. انا ما كنتش باغي نتفلى عليها وكنت باغيها في الحلال. اتفقنا تقولها لباها والشهر الجاي يمشي نخطبها. في داك السيمانه نيت قررت نبدل الطوموبيله، والصراحه كانت عيني على واحد الطوموبيل. مشيت شفت شحال دايره وبحكم كانوا عندي فلوسها خديتها بلا ما نتردد. اخيرا شريت سياره احلامي رونج روفر. عجبتني بزاف وعجبت حتى أميمة. دازو الايام، واحد النهار جالس انا وأميمة في قهوه بنهار السبت في العشيه، وهي تقول لي بغيت نهضر معاك في واحد الموضوع. قلت الله يسمعنا اخبار الخير. قلت لي علاش ما تقلبش على باك؟ وتوقعتش داك الموضوع. قلت لها علاش جبتي هذا الموضوع بالضبط؟ قالت لي انت غتجي تخطب غتجيب بوحدك. قلت لها وفين المشكل؟ يا كتزوجي بيا انا ماشي بابا، ولا ما باغانيش كيما انا؟ قلت لي لا ماشي هكاك. قلت لي هذاك راه باك، خصك تقلب عليه، واخا دار معاك الخايب في الصغر ولكن انت دابا وصلتي ودرتي. خصك تسامح معاه. اما انا ما كيهمنيش تجيب بوحدك ولا معاك مليون شخص، انا باغيك انت. ما طولتش معاها في الموضوع وقلت لها تنفكر ونرد عليك. السيمانه اللي موراها قلت لها واخا نقلب عليه. داك العشيه نيت هزيتها معايا مور ما سالينا الخدمه ومشينا للكاريان اللي كنت ساكن فيه.
واللي خرجت منه قبل 7 سنين هادي. تميت داخل الكاريان بالرونج روفر وكلشي كيشوف. خرجت لداخل توقفت قدام البراكة ديالنا. في لحظة رجعوا لي كاع الأحاسيس القدام. بدات قدام عيني الماضي كامل. بقيت جالس في الطوموبيل كنشوف حطات أميمة يديها ليديا وشجعتني. هبطت تميت غادي للبراكة. وقفت قدام الباب وتنفست نفس عميق. بقيت وبقيت كنتسنى. عاودت دقيت ويلا حسيت بشي حركة لداخل. شوية وهو يتحل الباب كان واحد الراجل اللي يكون في الخمسينات من عمره. كان حالته راسو ولحيتو مغوفلين بالشعر وفيه الشيب. بقيت كنحقق فيه شوية وبداو الدموع كينزلو بلا ما نحس. هذا الوالد. قال لي شكون انت ولدي؟ علاه من كتسول؟ قلتلو با انا ولدك محمد. هو بالجهد محمد. هو يتلح عليا عنقني. بدينا نتباكا ودخلنا للبراكة لداخل وبقينا نهضرو. عاودتلو وعاود ليا توصل لي. حسيت بالوقت تعطل على أميمة. قلتلو با بلاصتك ماشي هنا انت غتمشي معايا. تردد شوية ولكن قنعتو. حتى أميمة كان ليها دور. داكشي اللي كان. مشينا ركبنا في الطوموبيل عرفتو على أميمة وقلتلو هادي غتكون مراتي ان شاء الله. فرحلنا بزاف. وصلتها للدار موراها مشيت انا والوالد دوزتو للحلاق. من بعد دوزتو للدار دوشتلو ونقيتلو الحالة. خرجت انا وياه تقديتلو حوايج جداد. المهم رديتو جديد صراحة. حسيت بيه كان حشمان. في الطريق وحنا راجعين للدار قلتلو با مكنلناش تحشم انت با. كنت داير خطأ كبير اني ما جيتش قلبت عليك من شحال هادي. بغيت تعيش معايا واللي بغيتيها غتحضر وما يخصك التاخير. بدا كيبكي وكيطلب مني السماحة. قلتلو ابا داكشي داز ما كانلاش طلب السماحة. نسى داكشي. رجعنا للدار. السيمانة اللي وراها هي اللي كنت غنخطب فيها أميمة. بس دازت داك السيمانة ووصل نهار السبت اللي ما خدمتش فيه. وجدت راسي انا والوالد ومشينا. دخلنا للدار ديالهم وكنت فرحان ما قداني فرحة. جلسنا تعرف الوالد على باين أميمة وتفاهموا شوية. تما داخلة أميمة جايبة القهوة. كانت لابسة كسوة بيضة وجات آية من الجمال. بقيت غاساهي فيها حتى وقفات عندي وحنات لي الصينية باش نهز القهوة. شربنا القهوة وهو يدخل با في الموضوع تاع الهوم اللي جينا نخطبوا أميمة على سنة الله ورسوله الولدي محمد. جاوب باين أميمة قالو أنا ما عندي ما نقول إلا كانت هي موافقة. لقات معها واحد تغريتها حيت كانت عارفة الجواب بنتها. المهم اتفقنا على العرس انه يكون داك الشهر النيت. دينا التحضيرات العرس وكنا فرحانين كنوجدوا بجوج لعرسنا وفي نفس الوقت خدامين بجوج. كما قلت لها بلي هذا المشروع ديالنا بجوج وهي ما بقاتش خدامه عندي هي خدامه معايا. المهم وصل نهار الموعود نهار العرس اللي داز كما تخيلتو. كان عرس اسطوري. شطحنا نشطنا فرحنا براسنا. على 4 الصباح خرجت أميمة بآخر لبسة ليها اللبسة البيضاء. كانت كتبان واعرة بزاف. أنا الحلوة. صلى العرس خرجنا بالزغايرة ركبنا الطوموبيل اللي كانت مزوقة. تحركنا مشينا للوطيل اللي كنا ندوزو فيه الليلة. طلعنا للشومبر ديالنا. حيدت الكوستيم ولبست حوايج خفاف. دخلت دوشت وطيت. خرجت صليت على ما خرجت حتى أميمة. لبست حوايج الصلاة وصليت أنا وياها. بعد دوزنا الليلة ديالنا. كانت ليلة واعرة بزاف. نعسنا ما حسيتش بالوقت حتى كنسمع تليفون كيصوني. فقت لقيتها 1:30. كان الوالد قال لي اجي وراه دايرين غدا عندنا في الدار وغتجي العائلة العروسة. نمت دوشت صليت الظهر وجدنا راسنا وخرجنا. مشيت للدار لقيت الوالد موجد كلشي. كان كلشي واجد كلشي ناضي. كانوا شي سربايه هما كيقادو داكشي. جاو العائلة العروسة تجمعنا تغدينا مجموعين واحد الجو واعر. وصلت العشية قلت لهم بلي حنا نمشيو نضربوا واحد السفيرة برا المغرب ما نطولوش. غنمشيو هاد الليلة النيت. كانت عندنا الطيارة مع 7 العشية. هادشي كنت موجد له من قبل. حتى أميمة ما كنت قلت لها والو وخليتها ليها مفاجأة. فرحات بزاف. في حوايجنا كانوا ديجا مجموعين تودعنا مع العائلة. قبل ما نخرج من الدار عطيت للوالد واحد كارت بونكير صايبتها له بسميتو وعمرتها له. ركبنا في الطوموبيل وسط المطار. كانت الساعة قرابة ل6 العشية. وصلنا ودخلنا ما دازش وقت بزاف وحنا نطلعوا للطيارة. شوية وهي تسولنا أميمة فين نمشيو.
قلت لها انا نبداو فرنسا هي الاولى، نزور واحد الصديق قديم، من بعد كاين بلدان اخرين ناوي نمشي ليهم. تحركات الطياره مع منظر الغروب والسما حمراء، تكات عليا اميمه ونعسات. فرمشة رجع ليا الماضي كيفاش كنت كنعيش في الكريان، ما كرهتش نغوت بالجهد ونقول لهم ها نتوما ها ولد الكريان كيفاش ولا. فكرت اول نهار نركب في الطياره فاش مشيت لالمانيا، فكرت حياتي في المانيا، فكرت فاش رجعت قبل 5 شهور وكيفاش بنيت حياتي هنا في وقت قصير. الحمد لله وشكرته اللي يسر لي الامور. الحمد لله. هنا غنكون وصلنا للخر القصه. نتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم. متنساوش ديروا لايك اشتراك وفعلوا الجرس باش يطلعوا لكم القصص الجايين. ما دابا بقى لي غير نقول لكم تهلاو.